ايه اللي يخلي شركة طيران عملاقة وغنية زي القطرية تشغل طيارة ضخمة فيها 354 كرسي وتخليها تطير حرفيا وهي فاضية؟ فاضية يا معلم، كانها طالعة فسحة على حسابها. القصة مش هزار، دي حيلة قانونية عبقرية عملتها الخطوط القطرية علشان تكسب رحلات زيادة في استراليا، لدرجة ان خبراء الطيران قالوا ان الخطوط القطرية بتتريق على القوانين الاسترالية. طيب ازاي الطيارة بتطير من غير ركاب؟ وايه اللعبة اللي بتتلعب في السما دي؟ شد الحزام بقى معايا واسمع التفاصيل كلها. قبل ما ندخل في التفاصيل، في حاجه كده لازم تعرفها الاول. في حاجه اسمها اتفاقيه السماء المفتوحه، دي بتكون بين الدول وبعضها. فوليكن مثلا بين دوله زي مصر والامارات، لو في بينهم اتفاقيه سماء مفتوحه، معناه ان شركات الطيران في مصر او الامارات تقدر تعمل عدد غير محدود من رحلات الطيران بين البلدين. براحتك اعمل رحلات زي ما انت عايز. بس في حالتنا بقى بين قطر واستراليا، لحد 2022 كان مسموح للخطوط القطريه ب 21 رحله بس بين قطر واستراليا. فالقطريين عايزين يزودوا عدد الرحلات شويه، فروحنا شربنا الشاي مع الحكومه الاستراليه وقعدنا نقنع فيها يزودوا عدد الرحلات. في الاول ما كانوش عايزين يزودوها، بس من هنا لهنا زودناها ل 28 رحله في الاسبوع. بس ال 28 رحله دول لازم يتوزعوا على الاربع مطارات الاستراليه الكبيره، وهم ميلبورن وسيدني وبريسبن وبيرث. يعني بالعربي كده رحله ذهاب وعوده واحده يوميا لكل مدينه من الاربعه دول. طبعا هتيجي تقول كويس، 28 رحله كويسين. لا اصبر بس، يعني 28 رحله مش كفايه برضه، لان الخط ده عليه طلب كبير جدا. فروحنا شربنا الشاي مع الحكومه الاستراليه علشان نزود عدد الرحلات، فحلفوا 100 يمين ما هيزودوها. طبعا هما بيعملوا كده عشان يحموا الشركه الرئيسيه بتاعتهم كوانتاس. قالوا لا، هم 28 رحله بس للاربع مطارات الرئيسيه دول. بس خد بالك، لو انت عايز تبعت رحلات تاني لاي مطار خارج الاربعه دول ابعت براحتك. اخرك 28 رحله للاربع مطارات دول. عايز تزود رحلات كمان براحتك بس لاي مطار تاني. فالجماعه في القطريه رجعوا وقعدوا يفكروا هنحل المشكله دي ازاي. قعدنا نفكر مع بعض بقى، اكتشفنا ثغره في القانون ده. بص يا كابتن، هم قالوا لنا مالكش غير 28 رحله بس للاربع مطارات الرئيسيه، ولو عايز تطير لاي مطار تاني صغير محدش هيقول لك تلت التلاته كام. هم اللي قالوا لنا كده. طيب تمام. فالقطريين قالوا حلو قوي الكلام ده، احنا عايزين نزود رحلات تاني لمطار ميلبورن وده يعتبر مطار رئيسي. طيب نعمل ايه؟ فانا قلت لهم طب انا عندي فكره. احنا نعمل رحله لاديليد، وده مطار صغير ما بينطبقش عليه قاعده ال 28 رحله اسبوعيا. هتيجي تقول لي طيب واديليد مالها ومال ميلبورن؟ اقول لك بس استنى عليا. احنا هنبعت الرحله لاديليد بس ترانزيت ميلبورن. طبعا هي الوجهه النهائيه اديليد، مطار صغير هو محدش له عندنا حاجه، ولان الرحله هتبقى مسافتها طويله فاحنا محتاجين نعمل ترانزيت في ميلبورن. ايه رايك؟ دماغ شغاله مش بتنام. يا باشا احنا هنعمل لكم اللي انتوا عايزينه، احنا نبعت الطياره لاديليد مش ميلبورن. بس في النص كده هنقف في ميلبورن نتزود بالوقود عشان بس نكمل الرحله. وفعلا بدات الخطوط القطريه تعلن عن رحلات زياده لاديليد، بس في ترانزيت في ميلبورن 6 ساعات. طبعا خط الدوحه اديليد ما عليهوش طلب اصلا، فاللي هيركب الطياره دي 99% منهم هينزلوا في ميلبورن، وده اللي الخطوط القطريه عايزاه. فالطياره هتطلع من الدوحه هتنزل في ميلبورن، تقعد 6 ساعات وبعد كده تكمل لاديليد تاني. وهنا بقى السؤال، هل الطياره بيكون عليها ركاب في الرحله التانيه؟ الحكومه الاستراليه طلعت بنفسها وقالت ان عدد ركاب الرحله التانيه بيتكونوا من رقم واحد، يعني اقل من 10 ركاب. وفي اغلب الاوقات الطياره بتطير فاضيه. طيب هيجي حد ويقول طالما الطياره كده كده هتبقى فاضيه، ليه ما ترجعش من ميلبورن للدوحه على طول من غير ما تروح اديليد؟ ما هي هتروح تحرق وقود على الفاضي. اقول لك ما كده تعتبر الرحله لميلبورن مش اديليد، وبكده هتبقى داخله ضمن 28 رحله الاسبوعيه. فبالنسبه للقطريه هي هتطير طيارات فاضيه من ميلبورن لاديليد وهتخسر فلوس، بس بالنسبه لها هي هتحقق مكسب تاني اكبر، وهم الناس اللي حاجزه من الدوحه لميلبورن. الخط ده على طول بيكون زحمه والطلب عليه عالي، فده بالنسبه للخطوط القطريه كنز. طيب هيجي تاني واحد ويقول انا عندي فكره، ليه القطريه ما تبيعش تذاكر من ميلبورن لاديليد طالما هي كده كده رايحه؟ لا برافو، سقفوا له سقفوا له. ما ينفعش يا كابتن، القانون الاسترالي بيمنع اي شركه طيران اجنبيه انها تبيع تذاكر بين بلدين في استراليا. فما ينفعش القطريه تبيع تذاكر من ميلبورن لاديليد، هي تبيع تذاكر من الدوحه لميلبورن او من الدوحه لاديليد، بس من ميلبورن لاديليد ما ينفعش. فبتضطر انها تطير فاضيه لاديليد وترجع تاني. بس مش مشكله، يعني مكاسب الرحله بتغطي الخسائر دي وتفيض لحد ما الحكومه الاستراليه تلين دماغها شويه وتزود عدد الرحلات. شفت يا كابتن ازاي شركه طيران عندها قدره انها تطير طياره ضخمه فاضيه بس عشان ما تخسرش تواجدها في سوق بيحقق لها مكاسب كبيره؟ القصه دي بتورينا ان الشركات الكبيره لما بيكون عندها هدف ممكن تتحايل على القانون باذكى واغبى الطرق في نفس الوقت. لما يكون القانون هو الحاجه الوحيده اللي بتفصل بينك وبين مصلحتك، هل هيتم احترامه ولا هيتم لفه والتحايل عليه؟ القصه دي بتعرفنا ازاي تشغل دماغك عشان توصل للي انت عايزه. لو القصه عجبتك دوس لايك وسبسكرايب وقول لي في التعليقات ايه رايك في الحركه الجامده اللي عملتها القطريه دي. هل هي شطاره ولا استهزاء بالقانون؟ واستناني الفيديو الجاي عشان في بلاوي كتيره مستخبيه في قطاع الطيران. سلام.